يا مساء الجرامر عليكم يا شباب. انا كرولوس ودي اول حلقه ليك في كورس ديميستيفاي انجلش اللي هيغير علاقتك بالجرامر. ناس كتير بتفشل في الانجليزي علشان ما بتفهمش الخطه او العلاقه ما بين القواعد والكلام. في ال 15 دقيقه اللي جايه دي وان شاء الله اقل من كده مش هنسيب الحلقه غير وانت بتعمل جمله انجليزيه كامله وصحيحه 100%، وده وعد. عايزك بس تفتكر ان القانون بتاعنا اللي هنلتزم بيه في الحلقه دي هو SVO، وهقول لك بعد شويه هو ايه. ال DNA بتاع اي جمله انجليزي هو ال SVO. لازم يكون الترتيب كده بالظبط. تخيل ان الانجليزي ده زي قطر، لو عكست ترتيب العربيات القطر مش هيتحرك، ولو اتحرك هيتحرك بالمقلوب. هتقول لي حلو قوي، انا مش عايز القطر يمشي بالمقلوب. هو ايه بقى ال SVO؟ هقول لك ده اختصار لكل كلمه، يعني كل حرف بيرمز لكلمه. حرف الاس بيرمز للسبجكت، الفاعل، يعني الشخص او الحاجه اللي بتعمل الفعل او اللي بترتكب الفعل. وحرف الفي بيرمز لفيرب، كلمه فيرب يعني الفعل، زي مثلا ياكل يشرب ينام وهكذا. وحرف الاو بيرمز لobject، المفعول به، زي مثلا لما تقول هو بياكل تفاحه. التفاحه هنا هو المفعول به، مفعول به لانها بتتاكل. بتتاكل من مين؟ منه هو. إذًا هي مش فاعلة، هي مفعول بها. حلو كده؟ جميل أوي. تعالَ بقى نخش على الجزء اللي بعده. إحنا قُلنا إن الsubject واللي رمزنا له بحرف الS subject S هو اللي بيعمل الفعل، زي مثلًا I أنا، he هو، my brother أخويا. الsubject لازم يكون موجود. طب أنا باقول لك كده ليه؟ هاقول لك في العربي يا سيدي ممكن أقول باكل، من غير ما أقول أنا باكل، وممكن أقول بتاكل، وأنت هتفهم إن أنا باتكلم ليك أنت أو باتكلم عنها. بياكلوا، وأنت هنا فهمت إن أنا باقول هم بياكلوا من غير ما أقول هم. ليه بقى؟ لأن من مظاهر قوة اللغة العربية إن أنت بمجرد ما بتسمع الفعل بتعرف مين اللي بيعمله من غير أصلا ما نحط الفاعل، ولكن ده برضو بيخلي اللغة صعبة. تخيل أنت شخص أجنبي وبيحاول يتعلم اللغة العربية، فلازم تفتكر الحروف اللي إحنا بنحطها، يعني إحنا بنحط حاجات وبنشيل حاجات وبنحط تي في النهاية عشان نخلّيها ماضي وهكذا. فتقول هو بياكل، أنت بتاكل، إحنا بناكل، وغيّرت حاجات كتير جدًا وبتضيف حرف لكل حاجة. ده صعب ومُعقّد جدًا. أمّا اللغة الإنجليزية لغة حنيّنة ولطيفة وسهلة وبسيطة ووليدة أول امبارح، فالموضوع مش مُعقّد كده، فالموضوع هيكون أسهل بكتير أوي. سيبنا بقى من العربي وتعالَ نرجع للإنجليزي. إحنا قُلنا إن في اللغة العربية ينفع نقول باكل والجملة واضحة إني باتكلم عن نفسي. في الإنجليزي لازم نقول I eat، يعني الI لازم تكون موجودة، وجودها ده مهم جدًا. وطبعًا ورا الsubject مباشرةً بييجي الفعل أو الverb، ده الaction أو الحاجة اللي بتحصل، الحدث. الverb مكانه ثابت بعد الsubject على طول، يعني بعد الفاعل على طول. اوعى تحط أي حاجة بينهم زي الظرف adverb أو أي كلمة تانية. خد بالك في خطأ شائع، مثلًا باشوف الناس بتقول quickly I eat، quickly I eat، وده طبعًا قولًا واحدًا خطأ. أنت المفروض تقول I eat quickly، I eat quickly، يعني أنا باكل بسرعة. القطعة الأخيرة من القاعدة الذهبية اللي قُلت لك عليها هي الO، الobject أو باقي الجملة. ده اللي بيستقبل الفعل، يعني مثلًا أنا ده subject، باكل ده verb، الفعل اللي بيحصل أو الحاجة اللي أنا باعملها. أنا باكل إيه بقى؟ بيتزا مثلًا. بيتزا هنا دي الobject، البيتزا دي بتتاكل من خلالي أنا، فلذلك هي المفعول بها object. جميل أوي. الobject ممكن يكون كلمة واحدة زي book بمعنى كتاب، أو جملة طويلة. المهم إنه بييجي بعد الverb، الفعل مباشرةً. ركز معايا في الأمثلة اللي كلها على النظام SVO اللي بنتكلم عنه. مثلا we watch movies، إحنا بنتفرج على الأفلام. إحنا هنا ده السبجكت we، والفعل watch يتفرج أو بيتفرج. movies is the object، الحاجة اللي بتحصل لها، الحاجة اللي بتتشاف أو اللي إحنا بنتفرج عليها، ده المفعول به. المثال التاني The students study English. The students study English. الطلاب بيدرسوا إنجليزي. بتتبع نفس القاعدة. She drives a nice car. She drives a nice car. هي بتسوق عربية حلوة. كلمة nice يعني جميلة أو حلوة أو حاجة كويسة، زي مثلا هدوم، عربية، بيت، أيا كان اللي بتتكلم عنه.
وهنا كلمة car يعني العربية دي الأوبجكت المفعول به، وشايف إن هي خدت صفة. nice car لسه برضو الأوبجكت بتاعنا اللي بيحصل فيه الحاجة، يعني العربية الحلوة دي بتتساق من خلالها، ولذلك لسه برضو object يعني مفعول به. تعال بقى لما أقول لك على بعض كسور اللغة الإنجليزية. موقف حرج جدا، الإنجليزي يا صديقي محتاج أفعال missing verb error. أكبر مشكلة بتواجهنا إحنا العرب هي الجملة اللي ما فيهاش فعل واضح، زي مثلا كلمة تعبان. تعبان دي صفة، لو ترجمتها حرفي هتقول I tired، بس الإنجليزي ما بيعرفش جملة من غير فعل، واخد بالك؟ ما بيعرفش جملة من غير فعل. عشان كده عندنا فعل اسمه to be أو verb to be اللي هو am is are. مش عايزك تتخض خالص من الأسماء، وعلى فكرة في فيديو على القناة كنت شرحت الفعل ده بالتفصيل، ممكن ترجع له لو عايز معلومات أكتر، ولكن الجزء اللي أنا هشرحه لك هنا هيكون كفاية إن شاء الله، ومش هتحتاج تتفرج على حاجة. الفعل ده يا سيدي الverb to be اللي هو am is are بيشتغل كفعل لو مفيش حركة، وخلي بالك كلمة مفيش حركة دي هنشوفها في حلقات جاية، فما تشغلش بالك بيها. فمثلا لو أنت تعبان لازم تقول I am tired، و am هنا دي بتشتغل كفعل، لو ترجمتها حرفي هتكون أنا أكون تعبان. كلمة أكون دي بقى فعل، لأن كلمة كان ده ماضي بتاع أكون، وكان ده برضو فعل حتى في اللغة العربية. فترجمة الجملة نفسها بشكل حرفي، أنا بقول لك بشكل حرفي يعني ما تقولش كده أنا أكون تعبان. ولو مثلا سعيد ربنا يسعدك تاني وتاني he is happy أو I am happy. ف he ده مفرد بياخد is، و I باخد am، واي جمع حتى لو بتكلم ليك انت يعني بقول لك انت مبسوط بتاخد ار، لان انت بتتعامل معامله الجمع، ودي برضه هتتشرح لك قدام ان شاء الله. انا بس بقولها لك هنا على عجاله كده عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي، لكن الكورس مرتب واصلا مش هتحتاج ترجع حتى تذاكر الحلقات اللي فاتت. طيب قول معايا كده بصوت عالي they are friends. they are friends. ها ردد عشان افكرك كده بالجمله اللي احنا لسه قايلينها من شويه ويفضل الخطأ ده في دماغك وعمرك ما تنساه. تخيل ان جمله I tired دي اللي انا قلت لك عليها خطأ، ان هو شخص ما بيعرفش يعوم وبيغرق. بعدين بقى بيظهر كلمه am كأنه منقذ للجمله علشان ينقذ حياته، فتكون الجمله I am tired، وكده خلاص الشخص عاش. طيب الجزء اللي بعده الترتيب هو السر. انا بسمي التمرين ده تمرين الثلاث ثواني. هقول لك كلمات متلخبطة وانت رتبها صح في دماغك على النظام اللي احنا لسه دارسينه SVO. لو قدرت ترتبها قبل الثلاث ثواني ما يخلصوا سيب لي ده في التعليقات تحت، ولو حسيت انك كنت بتنهك كده ومش قادر والموضوع كان متعب بالنسبة لك برضه سيب لي ده في التعليقات تحت عشان اعرف ايه الكسور الموجودة واعرف اعالجها في الحلقات اللي فاتت، لان دي الحلقة الاولى احنا لسه بنسخن. الجملة الاولى TV watch we. هدي لك 3 ثواني ومش عايزك توقف الفيديو من عندك. الإجابة we watch TV. we watch TV. we دي السبجكت وبنرمز لها بحرف الاس اختصارا ليها، we watch ده verb فعل وبنرمز لها بحرف الفي اختصارا ليها، و TV object المفعول به وبنرمز لها بحرف الاو. الجملة اللي بعدها coffee drinks my mom. هدي لك 3 ثواني. My mom drinks coffee. My mom drinks coffee. ماما بتشرب قهوة. الجملة اللي بعدها football plays أحمد. هدي لك 3 ثواني. الإجابة plays أحمد football. لاحظت الغلط؟ أيوة كده فوق معايا. السبجكت الأول يا بطل ما تنساش أحمد plays football. هتلاقيني كده بزاولك كل شوية عشان أشوفك مركز ولا لأ. طب عاش قوي انت كده خلصت معايا المهمة، ولكن تعال ألخص لك كل اللي اتعلمناه دلوقتي. الجملة الإنجليزي نظامها زي ما اتكلمنا SVO. مين اللي بيعمل الفعل؟ S subject الفعل. ايه هو الفعل؟ V verb. ايه اللي بيتعمل عليه الفعل؟ O object. نصيحة بقى مني ليك، كل ما تحس ان الجملة مش صح بص على الثلاث خانات دول، هل ال S subject موجود؟ هل ال V verb الفعل موجود؟ هل الترتيب صح؟ لو الإجابة أنت تمام 100%. لو مفيش فعل حركة استخدم to be زي مثلا I am hungry أنا جعان، وهكذا. الواجب بتاعك بقى البسيط، اكتب لي تحت في الكومنتات 5 جمل كاملة عن يومك دلوقتي تستخدم فيها القانون SVO. استخدم فعل حركة زي play eat
يعني يأكل أو يلعب، أو فعل حالة زي مثلا I am tired I am here وهكذا. المهم تكون الجملة صح. أنا هختار أفضل جملة وهنحتفل بيها في بداية الحلقة الجاية إن شاء الله. الحلقة الجاية هندخل في أول زمن حقيقي، عاداتك وأفعالك اليومية present simple. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش الدرس الجاي. يلا سلام واشوفكم في الحلقة الجاية.